السلام عليكم الابطال، كنتمنى تكونوا بالف خير. اليوم عندنا اخبار اللي ممكن نعتبروها مفاجاه على اشرف حكيمي، وكذلك غادي نشوفوا تصريح نصير مزراوي ونتعرفوا على المصير ديالو. ندخلوا في الموضوع واللي غادي يكون باختصار كيف العاده. غنبداو مع الاخبار المفاجئه واللي كتخص اشرف حكيمي، بحيث تكلمات العديد من المواقع والصحف المعروفه على ان اللاعب المغربي اشرف حكيمي مرشح باش يغادر النادي الباريزي في الميركاتو الصيفي. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل غادي تكونوا سمعتوا في الايام الماضيه ان نادي تشيلسي تقريبا توصل لاتفاق مع المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو باش يكون هو الخلف ديال فرانك لامبارد. وفي هذا السياق اكد موقع تايم تالك ان المدرب الارجنتيني بوكيتينيو اقترح على مسؤولي نادي تشيلسي التعاقد من جديد مع المهاجم البلجيكي روميو لوكاغو وايضا المغربي اشرف حكيمي، مشيرا الى انه يريد الجمع بين اللاعبين من جديد بعدما اظهر انسجاما كبيرا سابقا في نادي الانتر ميلان الايطالي، وذلك في سياق عمله على جعل نادي تشيلسي من بين 4 كبار اوروبا. الخلاصه ديال المقال اللي حطاته تايم تولك هي ان المدرب الارجنتيني باغي يعاود يجمع اللاعبين اللي حقق معهم البطوله الايطاليه، بالاخص اشرف حكيمي ولوكاغو. وكذلك موقع لوديس سبورت قال انه كاين سباق من اجل التعاقد مع صديق مبابي، والكلام هنا على اشرف حكيمي. وحتى لوديس سبورت خد الخبر من تايم تولك، ولكن لوديس سبورت تكلموا على انه جوج ديال الانديه اللي غيتنافسوا على اشرف حكيمي وهما مانشستر يونايتد، بحكم انهم كيقلبوا على ظهير ايمن ومرشحين اشرف حكيمي بقوه. وكذلك نادي تشيلسي غينافس على اشرف حكيمي، وهذا الشيء بطلب من المدرب الارجنتيني بوكيتينيو. وبطبيعه الحال ما غاديش نساو ان تشيلسي كانت باغا اشرف حكيمي ملي كان مازال في الانتر ميلان. وحتى موقع سبورت روتور عنونوا المقال ديالهم بالقول منافسه تشيلسي ومانشستر يونايتد على النجم الذي لعب تحت قياده بوكيتينيو في الماضي، وتكلموا على ان المنافسه غادي تكون قويه من طرف مانشستر يونايتد. اما بالنسبه للناس اللي غيسولوا واش باريس سان جيرمان باغا تبيع اشرف حكيمي، بكل صراحه الامر مشكوك فيه، رغم ان صحيفه كوت اوف سايد اكدت في المقال ديالها ان نادي باريس سان جيرمان منفتح على عروض الظهير الايمن اشرف حكيمي، بمعنى اخر ان نادي باريس سان جيرمان منفتح على بيع اللاعب المغربي. وكذلك هذه الصحيفه تكلمت على المنافسه اللي غادي تكون بين نادي باريس سان جيرمان والمانشستر يونايتد، والحدود الساعه هاد الجوج ديال الانديه هما اللي مذكورين في سباق التعاقد مع اشرف حكيمي. وانا شخصيا كنتوقع دخول انديه اخرى في حاله يعلن النادي الفرنسي رسميا انه باغي يبيع اللاعب المغربي اشرف حكيمي. بغيت نعرف الاراء ديالكم في حاله اشرف حكيمي يخرج من نادي باريس سان جيرمان، اش من نادي كيبان لكم غادي يكون مناسب ليه؟ ندوزو لنصير مزراوي واللي بكل صراحه كيصيفط رسائل مباشره لتوماس توخيل، بحيث صرح اللاعب المغربي في مقابله مع موقع فوتبول انترناسيونال الهولندي. وقال مزراوي: المدرب يقول انا لا اعرف قدراتك لذا لا يمكنني الاعتماد عليك، انه واضح وصريح، وانا الان هو الخيار الرابع كظهير ايمن، وبسبب ازدحام البرنامج نادرا ما تكون لدينا تمارين منظمه، ولذلك لا توجد فرص كثيره لعرض قدراتي على المدرب، ومشكلتي هي انه لا يعرفني ولا يعرف قدراتي. لقد سالته اذا كان شاهد كاس العالم وقال لي انه لم يتابعه كمدرب بل كمشاهد عادي. لا استطيع ان اقول ان هذا المدرب ليس واضحا، لكن الامر محبط بالنسبه لي، والان عمري 25 عاما، لقد قضيت فتره جيده هنا هذا الموسم ولعبت مونديالا قويا، كل من يعرفني يدرك بانني لن استسلم، ساواصل القتال من اجل مكاني. الفتره الماضيه كانت محبطه للغايه ومخيبه للامال. اذا كان هذا هو تصريح نصير مزراوي، واللي هو تصريح مزيان بزاف بكل صراحه، واللي كيدل على ان اللاعب المغربي شخصيته قويه. واول نقطه ثارت الانتباه ديالي انا واللي ما دخلتش لراسي وما تقبلتهاش كمغربي وكمتتبع للشان الكروي، هي ان توخيل قال ما كيعرفش مزراوي وما كيعرفش القدرات ديالو. اول حاجه هذه حاجه اللي كتنقص منه هو كمدرب، بين قوسين كتعني انه ما دايرش خدمته، عنده لاعب في الفريق الاول وما عارفش القدرات ديالو. انا حسب ما كنعرف ان اي مدرب جا جديد لشي نادي اول حاجه كيديرها هي انه كيدرس جميع اللاعبين اللي عنده في الفريق، وكيتعرف على كل لاعب والمميزات ديالو، واش من مباراه اللي غيليق ليها، واش من تاكتيك كيتماشى مع داك اللاعب. يعني هذه حاجه مستحيله انك كتدرب لاعب وفي نفس الوقت ما عارفش القدرات ديالو. يعني الشي يكون قال انه ما مقتنعش به كلاعب هذه يتقبل العقل، اما يقول ليه انا ما عارفش القدرات ديالك ما كنعرفكش، انا كنظن ان هنا المدرب نقص من راسه. غنبقاو مع نصير مزراوي. حنا كنعرفوا ان نادي برشلونه وضع اللاعب المغربي ضمن الاهتمامات ديالو، وهذا الشيء اكدته صحيفه سبورت الاسبانيا، ولكن اللاعب المغربي ماشي هو الخيار الوحيد لنادي برشلونه، كاينين جوج ديال اللاعبين اخرين وهما الاسباني سيزار ازبيلكويتا والبرتغالي جواو كانسيلو، وهاد اللاعبين ثلاثه عندهم القدره باش يلعبوا في جوج ديال المراكز. نصير مزراوي يقدر يلعب في الجهتين اليمنى واليسرى، ازبيلكويتا كيلعب كظهير ايمن ويقدر يلعب كمتوسط ميدان، وكانسيلو يقدر يلعب كجناح ايمن وكظهير ايمن. اذا هادشي اللي كاين اللي مازال ما انضمش لعائله فوت فليكس، رجع البطونه كحله بيضاء وها هو معنا. كان معكم اخوكم محمد من قناه فوت فليكس. صلوا على
رسول الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتفاءلوا خيرا تجدوه.